السلام عليكم. اهلا بكم على قناتي على اليوتيوب، قناة محسن جلال الدين. طبعا تلاحظوا انها نفس الاسم الموجود على الفيسبوك. انا في بريك لين اي 1 ده اسم المنطقة هنا. بريك لين ده اسم الشارع، على فكرة لين معناها حارة. بتتقال عادة على الشوارع الصغيرة. اوكي، يعني الشارع ده عرضه صغير، الشارع صغيرة في العرض، لين حارة زي حارات السباحة في الماء. اول الشارع من هنا، يعني لو مشينا الناحيه دي كده لاوله هنلاقي وايت شابل رود متقاطع معاه. والشارع الحته الصغيره دي اللي هي ابتداء من هنا كده لحد وايت شابل رود، هي حته شارع صغير قوي اسمه اوزبورن ستريت. وكان زمان مكتوب عليها، انا فاكر اليافطه مكتوب عليها اوزبورن ستريت ليدنج تو بريك لين، يعني اوزبورن ستريت اللي يؤدي الى بريك لين. معرفش ليه اتغيرت، بس شارع وايت شابل هو الشارع الرئيسي. نقدر نشوفه هناك اهو، اللي فيه اللون الاخضر اللي هناك ده. لو طلعنا منه على اليمين نلاقي محطة اولد جيت ايست اللي هي على الديستريكت لاين. يعني نطلع محطة اولد جيت ايست في وايت شابل رود، يحود شمال، اول حودة شمال هي في شارع وايت شابل رود هي اوزبورن ستريت، الحتة الصغيرة قوي دي، وتكمل لبريك لين. بريك لين بما ان انا قلت ان انا في وايت شابل رود وولد جيت ايست، يبقى انا في منطقه بنجلاديشيه. تقدروا تشوفوا ان المنطقه هنا لها بوابه، لو الشارع ده له بوابه بنجلاديشي مكتوب عليه بالبنجلاديشي مش حتى بالانجليزي. الشارع ده من اول اوزمون ستريت. على فكره في الاول عند اوزمون ستريت في محل تركي اللي هو افس، محل مشهور له فروع كتيره. ده يعني في يمكن 10 15 سنه الاخرانيه بقى في محلات زي كده مش بنجلاديشيه. في الاول كان الشارع ده كله، وللاسف في بعضهم اتقفل، هو مكتوب هنا بريك لين 12، ده كان اسم محل هنا. في شوارع كتيره مقفوله، كان كل الشارع ده مطاعم بنجلاديشيه بس. ويعني اللي كان يحب الاكل البنجلاديشي او يحب الاكل الهندي او الاسيوي، اسيوي عاده ما بتتقالش على الاكل الصيني، الاكل الصيني بيتقال عليه اورينتال. فلما نقول اسيوي يبقى مقصود بيه بنجلاديشي، باكستاني، هندي. كان الشارع ده هو قبلة الناس اللي جايين من كل دول العالم ومن انجلترا لان هم ياكلوا الاكل البنجلاديشي او الاكل الاسيوي، وخصوصا الحاجات اللي هي سبايسي، اللي هي الحراقه، اللي فيها بهارات وشطه وكده. الاكل عندهم كان بحراق فعلا، نادرا ما تلاقي اكل مش حراق. لسه في مطاعم كتيره، لكن طبعا التغيير حصل، وان بقى التغيير ده هو مكتوب حلال اهو، ان بقى في مطاعم من حاجات تانية. هتلاقي ممكن كافيتيريا ايطالي، كافيتيريا انجليزي، كافيتريات عاديه، لكن لسه في مطاعم بنجلاديش او اسيويه. انا شايف قدامي هنا على اليمين مكتب مطعم اسمه بابل، ومكتوب حتى عليه بالعربي بابل برضه. في حلويات هنا بس ده ايس كريم عادي. تلاقي في لسه محلات البقاله وكده البنجلاديشيه، زمان براذرز، اخوات زمان ده اسمهم مش زمان، يعني ده اسم الراجل. مطعم البنجلاديشي، انا اكلت في المطعم ده زمان بس كانش اسمه كده، كان له اسم تاني. ده اعتقد بتاع التصوير وكده، شكله حلو، او كوافير او كده، حاجات العرايس. تلاقي فيه المحلات مكتوب عليها بنجلاديشي مش الانجليزي بس. في محل اهو مكتوب عليه عمار جاون، مكتوب عليه بالبنجلاديشي برضه فوقه. الاكل اهو برضه. طبعا كده انا عارف ان في ناس هتجوع اكل بنجلاديشي لو شافوا الفيديو ده. ده حلويات بس ما اعرفش اي حلويات ايه، انهي نوعيه كده، رغم انها حلويات انجليزي. عمار جاون اهو بنجلاديش اوثنتيك، محل اكل بنجلاديشي اصلي. انتوا شايفين مبنى هناك اهي فيها هلال فوق، ده جامع، يعني كده قريب قوي من جامع من شرق لندن، جامع شرق لندن اللي هو ايست لندن موسك. بس في جامع تاني اللي هو هنا، وده اعتقد اتعمل من قبل الجامع بتاع ايست لندن، وده لخدمة الطائفة اللي كانت هنا. بريك لين منطقة مشهورة انها كانت منطقة مهاجرين زمان من كذا سنة، 300 400 سنة. كانت منطقة الناس اللي هاجروا من فرنسا لاضطهاد ديني هناك، وبعدين بعد كده كانت منطقة لليهود
واعتقد الجامع ده برضه اتبنى بعد كده، بقت منطقة بنجلاديشيين اللي جم مهاجرين برضه. ف لما بقول ان في جوامع كتيرة مكتوب هو انديان كوزين بريك لين، ده حلاق. مطعم مش مكتوب له، مكتوب اسمه جرام بنجلاديش بنجالا. لو هنا المحلات والمطاعم والاسامي لسه اغلبها بنجلاديش. الاكل بتاعهم على فكره حلو، وخصوصا اللي بيحتاجوا او بيحبوا اكل حراق زي ما قلت. مدة طويلة قوي بتاعت الجامعة دي، وانا حاسس ان يعني في وسط الشارع، الشارع اصلا صغير بس هي على الرصيف. اوريكم اسم الجامع اهو، شوفوا طبعا اكل. راج مهال سويتس، محل حلويات اسمه راج مهال، مكتوب بالبنجلاديشي. اهي الجامع اهو، جامع مسجد بريك لين، مكتوب بالعربي كمان وبالبنجلاديشي وبالانجليزي. جامع مسجد، ما اعرفش حقيقي ليه بيكتبوا جامع ومسجد في نفس الوقت في جمله واحده. مسالة ان ده مطعم هندي، وجنبه مطعم تاني مكتوب بالبنجلاديشي اعتقد. الجامع له مدخل تاني هنا او له يافطه تانيه هنا. اوريكم قد ايه المبنى دي، انا كده قريب منها، معموله بلون فاضي كده، طويله قوي. مش عارف خدوا تصريح البنى ازاي دول. دي دخول السيدات من هنا في البيزمنت اللي هو البدروم او الدور الارضي. انا في لندن، مش في دولة عربية ولا دولة اسلامية. كده قربنا على فكرة على صلاة الظهر. جامع مسجد بريك لين مكتوبة هنا. ده مكان الوضوء. في محلات تانية نشوف. محلات حلال على اليمين وعلى الشمال. زي ما شايفين برضو تاج ستور ده مكتوب بالبنجلاديشي، ما تحسش ان انت في لندن. بريك لين ما اعتقدش انها من المناطق المعروفه قوي، خصوصا انها مطاعم يعني للعرب. عاده عمري ما شفت فيه عرب، ما اعرفش ليه، هل ما بيحبوش الاكل ده ولا الاكل ده الى حد ما ممكن يكون مكلف. انديان كوزينه اهو برضو. بريك لين تاندوري ده مطعم هندي. يعني انا ما اعرفش، يمكن ممكن يكون الاكل الهندي او الباكستاني مش محبوب قوي عند العرب، بس انا عمري ما شفت، انا اكلت كتير هنا، عمري ما شفت عرب في المنطقه هنا او في المطاعم هنا. هنا لحد ما داخل على منطقه اكتر انها تكون انجليزي من انها تكون. انا حقيقي مش عارف ايه المطعم ده، بس في مطعم شكله فيه زحمه، او ده ماركت كل حد بيبيع حاجه. ده انا مشفتوش قبل كده، ففرصه برضو تشوفوا. ده في بريك لين، اوكي، اسمه اب ماركت فود هول. ده حلو الواحد يشوفه، ده فيه كل حاجه، ده فيه اكل حلال. فرصه ان انا اصور الفود ماركت. انا حقيقي انا نفسي ما كنتش اعرف عنه، انا اول مره اشوفه. هل هو جديد ولا انا ما شفتوش قبل كده؟ ما جيتش في يوم بيكون شغال فيه. بس ده فيه جميع انواع الاكل، ستريت فود تقدر تقول. زحمه، بيفكرني
بالاكل في تايلاند بالذات فيها كده، وفي بانكوك في الحكايه دي. بوريتو ناتشو، ده حقيقي، ده اورينتال تشاينيز، يعني الناس اللي فيه مش تشاينيز، ده وحلال اورينتال تشاينيز فود. ده واضح من الاعلام انه برازيلي. ده فعلا مكان حلو جدا فيه جميع انواع الاكل. ده صيني، كاتبين ان في اماكن للجلوس فوق، في لبس برضه، هو مش اكل بس. ده اكل كوري، اكل كوري. ايس تي هنا، وفي حاجات تانية، شاي. اكل حلال كوري. في سوسيجز، هوت دوجز. ده صيني، يام ستريت. ده اكل The best food in the market, boss. is halal food, yeah? All halal, brother. كده ده اكل اجربه، وقال لي اكل حلال كله اللي عنده، طعمه حلو. ده اكل حلال برضه افريقي. حراق، الاكل الدولي حراق، كان طعمه حلو بس الحرقان بان بعد ما اكلت. ده الى حد ما اكل صيني. شايف جوز هند هناك. حقيقي مكان يستاهل الزيارة. في اب ماركت. انا كده خرجت بره السوق وهشوف. ده بالنسبة لي انا منطقة جديدة او حتة تجربة جديدة، ممكن عايز لها زيارة تانية لوحدها. انا هرجع على الجامع عشان الحق اصلي الظهر. المفروض انه ادن تهيألي دلوقتي او ادن من دقايق، ونشوف اذا كان ممكن اصور الجامع ولا لا من جوه، ويبقى اختم بيه الفيديو ده. وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم ان شاء الله، ان انا اصور جوه الجامع. يا رب ما يقولوش لا، انا ما شفتش الجامع ده نفسه من جوه قبل كده. فرصة الواحد يشوفه ويصلي كمان فيه. كده خلاص قربت من الجامع، خلاص المدخل اهو. ان شاء الله يكون مسموح فيه تصوير من جوه. ظريف ان هم حاطين لبيسه للجزم. مكان الصلاة شكله نظيف جدا، مكان الوضوء.
هنا بيتوضوا على فكرة قاعدين في انجلترا، الحنفية بالذات اللي هو طريقة المذهب الحنفي لازم بيتوضوا وهم قاعدين. ده الجامع، جامع صغير. نتقبل صلاتنا إن شاء الله. أرجو إن الفيديو ده يعجبكم، وأرجو مشاهدة بقية الفيديوهات على قناتي على اليوتيوب، قناة محسن جلال الدين، جامع دورين اهو. أقول لكم السلام عليكم، وده فيديو آخر إن شاء الله.